بعد ماتش النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري واللي النادي الأهلي خسره بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والهدف اللي دخل مرمى النادي الأهلي واللي خسر الماتش بسببه محمد الشناوي يتسأل عنه بشكل كبير. ومحمد الشناوي في الموسم اللي فات والموسم ده بقى بيقدم أداء من سيء لأسوأ، وبسبب أدائه الفترة الأخيرة كان في قرار من الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي بتجميد ملف تجديد عقد محمد الشناوي وتحويله لجنة التخطيط. وكان الكابتن محمد رمضان اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على الكرة بالنادي علشان يجمد ملف التجديد لمحمد الشناوي، وخصوصا في الوقت الحالي، وتحويل ملف تجديده بشكل كامل للجنة التخطيط لحسم قرار التجديد بشكل نهائي. والكابتن مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وأعضاء اللجنة بتدرس أمر تجديد عقد محمد الشناوي. لكن الصدام هنا إن الكابتن مختار وأعضاء لجنة التخطيط عايزين يجددوا لمحمد الشناوي موسمين بس، وإنه ياخد مرتب الفئة الأولى واللي بيوصل ل 30 مليون جنيه في الموسم الواحد. لكن محمد الشناوي عايز يجدد 3 مواسم وياخد مرتب 50 مليون جنيه في الموسم الواحد. ودي نقطة الخلاف اللي ما بين لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والكابتن محمد الشناوي في مسألة تجديد عقده. ولسه مكملين معاكم في ملف حراس مرمى النادي الأهلي، بس المرة دي عن حمزة علاء، واللي بقاله فترة كبيرة نادي الزمالك ونادي بيراميدز في مفاوضات معاه علشان ينضم لأي فريق منهم، وخصوصا إن ده آخر موسم في عقده مع النادي الأهلي ومن حقه التوقيع في فترة الانتقالات الشتوية لأي نادي. ونادي الزمالك ونادي بيراميدز اتكلموا معاه عن طريق وسطاء علشان يقنعوه بفكرة الانتقال لأي فريق فيهم. وللعلم مفاوضات نادي الزمالك أكتر جدية من مفاوضات نادي بيراميدز، ولازم النادي الأهلي يمدد عقد حمزة علاء في الأيام اللي جاية، لأن وجوده مهم جدا بسبب غموض موقف الشناوي هل هيكمل مع النادي الأهلي ولا لأ. أما عن اللاعب محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، انتشرت أخبار الفترة اللي فاتت إن النادي الأهلي عايز يرجع اللاعب محمد عبد المنعم مرة تانية عشان منافسات كأس العالم للأندية، وخصوصا إن محمد عبد المنعم لحد دلوقتي مفيش أي انسجام بينه وبين نادي نيس على مستوى اللعب. وفي مسؤولين من النادي الأهلي كلموا محمد عبد المنعم علشان يرجع تاني يلعب في صفوف النادي الأهلي وتواصلوا معاه بالفعل. وكان رد محمد عبد المنعم في المرة الأولى إن صعب على النادي الأهلي إنه يشتريه تاني من نادي نيس، لكن ممكن يحصل معاه زي ما حصل مع اللاعب حمدي فتحي، وإن النادي الأهلي يطلب إعارته من نادي نيس في خلال الفترة اللي هيتلعب فيها كأس العالم للأندية. وده كان رد على المسؤولين في النادي الأهلي لما كلموه أول مرة. بعدها محمد عبد المنعم راجع حساباته مرة تانية ورد عليهم وقال لهم إن حابب يكمل مع فريقه الحالي ويثبت نفسه معاه. ومن ضمن الأخبار اللي اتنشرت عن النادي الأهلي في كل الصحف وكل المواقع إن النادي الأهلي بيتفاوض مع مستر فايلر علشان يكون المدير الفني للنادي الأهلي الفترة اللي جاية بعد الأداء المتراجع من المدير الفني الحالي مستر كولر. وبرغم من إن مستر كولر حقق أداء ونتائج على الصعيد المحلي والأفريقي والعالمي في بداية مشواره مع النادي الأهلي، بس الفترة الأخيرة الأداء مش أحسن حاجة من جانب الإدارة الفنية لمستر كولر في معظم الماتشات اللي لعبها مع النادي الأهلي. وكولر في الوقت الحالي بيعيش أسوأ فتراته الفنية مع الفريق من ساعة ما بقى المدير الفني للنادي الأهلي، وبقى في لعيبة كتيرة بعيدة عن مستواها، وتدعيم مستر كولر بصفقات جديدة زي ما طلب وقال على احتياجاته في كل المراكز. ويمكن بعد ما النادي الأهلي لبى طلباته الفنية يرجع تاني أداء النادي الأهلي المعتاد مع مستر كولر. وإدارة النادي الأهلي مفيش نية خالص لفسخ التعاقد معاه سواء دلوقتي أو حتى بعد منافسات كأس العالم للأندية. أما الأخبار اللي بتقول إن النادي الأهلي بيتفاوض مع فايلر علشان يقود النادي الأهلي دي كلها أخبار مش حقيقية، لأن زي ما قلت إن مجلس الإدارة للنادي الأهلي بتمسك بمستر كولر لنهاية عقده. ونرجع تاني لمفاوضات نادي بيراميدز مع لاعيبة النادي الأهلي، ونادي بيراميدز بيتفاوض مع عمرو السولية علشان يكون معاهم في بداية الموسم اللي جاي. ونفس الأمر زيه زي حمزة علاء، عمرو السولية ده آخر موسم ليه في عقده مع النادي الأهلي ومن حقه إنه يوقع على الانتقال لأي نادي في الوقت الحالي، بس عمرو السولية مستني الرد من إدارة النادي الأهلي في مسألة التجديد مع النادي الأهلي علشان يعرف هيجددوا له ولا هيكون ده آخر موسم لعمرو السولية مع النادي. وفي حالة عدم تجديد عقده مع النادي الأهلي ممكن نشوف عمرو السولية الموسم اللي جاي بتشيرت نادي بيراميدز. ولسه مكملين في ملف التجديد للعيبة وتمديد عقود لعيبة تانية، والمرة دي اللي قايم بيها الكابتن محمود الخطيب بنفسه بعد توصية من مستر كولر ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي، واللي طلبوا بتمديد عقد وسام أبو علي والحفاظ عليه لأطول وقت ممكن. علشان كده الكابتن محمود الخطيب متولي ملف تمديد عقد وسام أبو علي بنفسه، وهيتم تعديل عقده ماليا علشان يحافظ عليه من العروض المغرية اللي بتجيله من دوريات الخليج بسبب أدائه الممتاز اللي بيقدمه مع الفريق في الخط الهجومي.